بما ان انا عايش في بريطانيا وناس كتيره بتدخل تقول لي اللي هي عايزه تيجي تعيش في بريطانيا، ففي الفيديو ده هقارن لكم ما بين بريطانيا والمانيا. ولو مثلا حد سأل اشمعنى المانيا اللي هقارنها ببريطانيا، المانيا تعتبر واحده من اكبر الدول الاوروبيه اللي فاتحه ابوابها للعالم كله، اذا كانوا بقى عرب، اسيويين، من امريكا الجنوبيه. المانيا دلوقتي محتاجه ناس كتيره جدا، فعلشان معظم الناس اللي بتدخل تقول لي احنا عايزين نيجي بريطانيا، معظمهم بقول لهم لا، المانيا بتبقى افضل ليك. ما تفكرش في بريطانيا، لان بريطانيا تعتبر صعبه جدا. وفعلا هي بريطانيا صعبه جدا. وفي السنه الجديده اللي احنا فيها دي، بريطانيا عايزه تغير القوانين وعايزه تصعب الموضوع اكتر للناس اللي عايزه تيجي تشتغل، وحتى للناس اللي متجوزه اجانب، اذا كانوا بقى بريطان او كانوا اي جنسيه تانية بس مقيمين في بريطانيا. عايزين يصعبوا الموضوع، ولو غيروا القوانين، وهم اصلا يعني ناويين اللي هم يغيروا القوانين، الناس اللي متجوزه ذات نفسها ممكن يكون الموضوع صعب عليهم جدا اللي هم يجوا على بريطانيا. فانت حاليا شخص بتفكر في الهجره، انك انت تسيب مصر وتطلع اي بلد بره مصر، ما تركزش في بلد معينه انك انت تسافر لها. بريطانيا كويسه جدا للممرضين والدكاتره، ليهم فرص كتيره هنا، وبريطانيا لغايه دلوقتي محتاجه دكاتره وممرضين كتير جدا. غير كده حتى لو انت بتدرس IT، الموضوع هيبقى ليك برضو صعب. اسهل حاجه انت ممكن تشتغل فيها ومش محتاجه شهاده، يعني مش لازم تروح جامعه علشان تشتغل كIT، اذا كان سايبر سيكيورتي ولا سوفت وير ولا اي حاجه من الحاجات دي، كلها دلوقتي بقت كورسات. وعلشان تيجي تشتغل في بريطانيا في الIT، في مجال الIT، انت لازم تكون حاجه جامده جدا، يعني حاجه ما حصلتش، او عندك خبره كبيره جدا، او شغال في شركه انترناشونال. الشركه بتاعتك اللي مثلا في اي بلد تانية غير بريطانيا تبعتك للشركه بتاعتها اللي موجوده هنا، للفرع اللي هنا. غير كده الموضوع بيبقى صعب جدا. المانيا بقى كبيره، والمانيا محتاجه ناس كتير جدا. كان في بوست السفاره الالمانيه اللي في القاهره كانت منزلاه، زي ما انتم شايفين كده، بيقولوا اللي هم هيحتاجوا عماله ماهره كتير جدا. يعني تخيل انت ان السفاره ذات نفسها، يعني مش انا بقى اللي بقول لك ده، السفاره الالمانيه هي اللي بتقول لك المانيا محتاجه ناس تيجي تشتغل في المانيا في العماله المهري زي كهربائي. وانا كنت عامل ريل قبل كده، فيديو صغير كنت بقول فيه ان المانيا محتاجه ناس خارجين سياحه وفنادق. الاهم من ده اللي كان في منح كتيره جدا بتتعمل في مصر لناس تطلع تشتغل في المانيا، وناس تطلع تدرس اللي هي الاوس بيلدينج اللي هو التدريب المهني في المانيا. كنت انت بتقدم على المنحه وكانوا بيعلموك الماني وبيطلعوك على حسابهم، ما بتدفعش جنيه يعني. فالمانيا محتاجه ناس يا صديقي، ودي فرصه كويسه ليك جدا انك انت تدرس اللغه الالمانيه. في ناس طبعا بتقول لك اللغه الالمانيه صعبه وهتاخد منه وقت كتير. هي اللغه الالمانيه هتاخد منك حوالي سنه، سنه ونص، سنتين بالكتير، يعني بالكتير او سنتين عشان تاخد البي1. فانت ما تكسلش علشان اللغه صعبه. اي حاجه في بدايتها صعبه، اي حاجه. معظم الناس اللي بتفضل انها تيجي بريطانيا معظمهم بيستسهل علشان موضوع اللغه، يقول لك انجليزي، واحنا عارفين انجليزي، حتى لو الانجليزي بتاعي مش قد كده هدخل اخد كورس انجليزي 6 شهور 3 شهور هطلع واحد جامد في الانجليزي. فالناس بتستسهل موضوع اللغه. الطريق اللي في بريطانيا صعب بس اللغه بتاعته سهله، بالعكس الالمانيا الطريق بتاعها سهل بس لغتها هي اللي صعبه شويه. واللغه مش عقبه يعني، اخنف شويه وهتبقى جامد جدا في الالماني، يعني مش محتاج. فالمصريين والعرب اللي طلعوا المانيا دول اكيد ما كانوش بيعرفوا الماني وتعلموا الماني عشان يطلعوا المانيا، فبكده اللغه يعني مش صعبه قوي. الناس بقى اللي بتدخل تقول لي لان نفسها تيجي بريطانيا علشان هم بيحبوا بريطانيا ولندن والكلام ده. طبعا يا صديقي مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها ان انا بحب بريطانيا او بحب امريكا او بحب بلد معينه وعايز اهاجر للبلد دي. انت دلوقتي عايز تهاجر علشان تحسن مستوى المعيشه بتاعك او تعيش في مكانك كويس. فما تحطش هدفك في بلد معينه، علشان لو انت مثلا هتقول لا انا عايز اروح بريطانيا بس، فانت ممكن تعيش في مصر بقيت حياتك ومش هتعرف تطلع منها. فلما اجي اقول لك مثلا لا بريطانيا مش كويسه ليك، المانيا احسن، فانت شوف طريق المانيا وادخل ابحث وشوف الطرق كلها وحاول انك انت تمشي في الطريق بتاعها، انك انت هتلاقي الطريق بتاع المانيا اسهل واسرع. هنا الدراسه حتى في بريطانيا غاليه، فعلشان انت، لان في ناس كتير بتدخل تقول لي انا عايزه اجي دراسه في بريطانيا وعايزه منح، الناس كلها عايزه منح وده الطبيعي. انا اصلا لو عايز اهاجر لبلد دراسه، اول حاجه هعملها هدور على منحه كامله، لان الصراحه سعر الدراسه هنا في بريطانيا غالي جدا، يعني 20,000 باوند في السنه كتار على اي حد عايش في مصر. فالمانيا حتى الدراسه فيها رخيصه جدا، وفيها اوس بيلدينج اللي هو التدريب المهني، هنا في ابرنتشيب اللي هو التدريب المهني برضو، بس ما ينفعش حد من بره بريطانيا يجي هنا تدريب مهني. فمن الاخر
مفيش فرق كبير ما بين بريطانيا والمانيا. هما الاتنين يعتبروا من احسن الدول الاوروبيه اللي انت ممكن تعيش فيها، وهنا هتعيش عيشه كويسه وهنا هتعيش عيشه كويسه، والمرتبات برضو كويسه هنا وهنا، فما تقارنش ما بينهم. البلد الاسهل ليك حاول تسافرها. ودي كانت نصيحتي ليكم في الفيديو ده، لان في ناس كتير الصراحه لغايه دلوقتي لسه في ناس حتى امبارح اول امبارح بيكتبوا لي على اليوتيوب في الفيديوهات القديمه يروحوا بريطانيا ولا المانيا. فان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي، ما تنسوش الدعم. السلام عليكم.